السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في ممكن تحب العفو فاعفو عني. أهلا بيكم في قناة جود الموجود مع يوسف أحمد. اللي ما اشتركش يشترك ويفعل على جرس يوصل كل جديد. معلش لي فترة كبيرة ما اشتغلتش معاكم، اعذروني، عندي كانت ظروف، ربنا يبارك فيكم. تعالوا النهارده هنتكلم شوية عن النظافة الأسبوعية والشهرية، وإن شاء الله هنقسم الفيديوهات على كذا فيديو، بالذات للناس اللي هي شغالة، الناس الموظفين أو الشغالين. كل شهر بيبقى فيه تنظيف، كل اسبوع بيبقى فيه تنظيف، كل يوم بيبقى فيه تنظيف، بس التنظيف الاسبوعي او يعني التنظيف لكل اسبوع ده حاجه تانية غير العادي. كل اسبوع لازم، يعني مثلا انا النهارده خدت الخزين اخر الاسبوع، النهارده الخميس خدت الخزين كله، نزلته كله ونظفته ودعكت الخزين من بره ومن جوه، وشفت ايه الحاجات اللي ملهاش لازمه رميتها والحاجات اللي ليها لازمه سبتها. تعالوا هنبدا ونشوف انا عملت ايه وهنصحكم تعملوا ايه وايه اللي بنعمله. دي اول دفعه في الخزين، زي ما انتوا شايفين دورين، دور فوق ودور تحت. تمام، دي اول خطوه. دي الثانيه والثالثه زي ما انتوا شايفين اهو، يعني حاجات بسيطه بس ايه فيها تنظيفات. اول حاجه عملتها انا نزلت الخزين كله، الحاجات دي كلها نزلتها. انا بفرش اكياس، مسحته وبعدين نظفته بشويه خل، شويه ميه وصابون بالراحه، بس عشان الخشب مع كتر الغسيل بيقف. وجبت العلب دي، النظيف صراحه سبته، والوحش يعني اللي هو عايز غسيل غسلته. دي ازازه عصير كانت مانجا، بس انا يعني قلت بدل ما ارميها بستخدمها، قلت الواحد بدل ما يرميها يعني يستخدمها. ودي برطمانات عسل، انا بعد ما بتفضى بشطفها واغسلها واستخدمها في شعريه، في زي ما انتوا شايفين كده في الحاجات. عايزه اقول لكم ان هو يا دوبك ده الخزين بتاعي. طبعا الدنيا غليت وربنا المستعان، فالواحد بيجيب على قد الاكل. دي اول ضلفه. الضلفه من فوق برضو حاطه فيها شويه حاجات، ده فيها علب كركم وشاي والحاجات دي، يعني الواحد بيجيب يعني كده الحاجه على قد الحاجه. ده الدور الثاني. عايزه اقول لكم ان انا مش بحب الزحمه، مش بحب كتر العلب، بحب الحاجه تبقى نظيفه كده ومرتبه، وحتى لما تيجي تستخدمي بتبقى نظيفه. انا كل الخزين اغلبه يعني فيه اللي غسلته، دي برضو كانوا وسخين صراحه غسلتهم، قلت خليهم لما اعمل. هنا برضو الضرفه اللي بعديها ده مرقه اهو. طبعا الواحد بيشتري على قد احتياجاته مش بيكتر. دي ضرفة الخزين. عايزه اقول لكم ان من اهم الضرفات المفروض تبقى نظيفه على طول اللي هي ضرفة الخزين. ليه؟ عشان لما تيجي تستخدميها تبقى نظيفه. ده خزين. عايزه اوريكم برضو الضرفه اللي من الناحيه التانية اللي هي برضو خزين، فيها كزبره، فيها حاجات الاستخدام الواحد. هروح اوريها لكم. ودي الضلفة اللي هي شابكة في المطبخ، يعني دي تبع المطبخ، خزين بس تبع المطبخ. فيها اللي هي البرطمانات، اللي هي المفروض البرطمانتين البيض دول الجزاز، واحدة فيها لما صل عليك يا سيدنا محمد، واحدة فيها بجيب، يعني لما اجيب مثلا قولوا معايا يا بنات، جوز هند، الحاجات دي الحاجات اللي هي بتاع. ودي علب النعناع، الكربونات، الشطة، الفلفل، الحاجات اللي هي استخدام يومي زي ما قلنا. وهنقول تاني بطلنا طبعا خزين لأن الواحد الدنيا غليت، والواحد بيشتري على قد احتياجاته أو احتياجات بيته. وده شكله اهو. طبعا الفرش ده بيتغير، ممكن شهري ممكن اسبوعي، كل واحد على حسب استعمال النظافه اللي عنده او حسب استخدامه. انا ده فيديو بسيط، حبيت اوريكم تنظيف حبيت اوريكم ترتيب الخزين، وانك ازاي المفروض ما تزحميش الدنيا في بيتك، تخليها خفيفه عشان تبقى الدنيا معاك يعني بسيطه، حتى لما تيجي تستخدميها ما تتعبكيش. بنتأخر في الفيديوهات، بنتأخر على الرد في اللهم صل على سيدنا محمد في الأسئلة، بس غصب عني زي ما انتوا عارفين النت عندي اشتراك أنا وحد، فيعني الظروف مش زي الأول والدنيا مش زي الأول. عشان في ناس بتقول لك ازاي هي عاملة قناة وازاي ما عندهاش وازاي بتعمل نت. طيب النت يا جماعة بيبقى اشتراك، بيبقى 2 3 داخلين في النت، فمش بتبقى قصة، فاهمين؟ يعني مش غالي للدرجة ان واحد يقول لك لا هي طب اللي يخليها تشترك في النت.
ايه اللي خليها محتاجة؟ لا، النت ملهوش دعوة اصلا بالعيشة. يعني اغلب الناس دلوقتي بقت تشترك في النت وتجيب نت وتعمل نت. يعني ما بلاش التعليقات اللي هي باردة يعني كده وسخيفة. لا، الناس اللي عايز تخش تتفرج وتشجع وتساعد تدخل. يعني انت كنت مشاهدتك للفيديو مساعدة، عايزة تخشي وتساعدي اهلا، مش عايزة خشي وتفرجي واطلعي يعني من غير تجريح. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ان شاء الله ان شاء الله هنستمر في الفيديوهات، مش هنبطل. ان شاء الله هنرجع نشغل القناة، عشان القناة حالها ليها كذا يعني كذا شهر واقفة. القناة بيكم يا جماعة وليكم. شجعوني، عشان أنا أحبطت لما لقيت القناة يعني ما فيهاش مشاهدات، ما فيهاش ما جايباش همها، ما جايباش حق النت اللي أنا بدفعه أو اشتراك النت اللي أنا بدفعه، فبعدت عنها. فيا ريت يا ريت يا ريت بالله عليكم تشجعونا بلايكات وتشجعونا فيديوهات حلوة. في فيديوهات كتيرة هتنزل عن الكبسة، في أسئلة كتيرة جاتني عن الكبسة، إن شاء الله هرد عليكم بإذن الله. أسيبكم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.